انا تخش بلد عارف الناس ما تعرفش السنه دي، اعمل ايه؟ اصليها له. اللي هي فكره ايه؟ فقه الدعوه، فقه الدعوه الى الله عز وجل. انت هتعمل حاجه يقول لك انا ما دام هعمل حاجه الصح مش مهم خلاص، لا المهم هتعمل الحاجه الصح وتؤدي الى المراد الغرض خلاص. لو انت هتنهى عن منكر او هتأمر بمعروف والامرك بالمعروف ده هينتج عنه منكر ما تأمرش، ولو انت هتنهى عن منكر هيتولد عنه منكر انكر ما تنكرش. يعني واحد سامعه انت بيشتم واحد بابوه، هما الاثنين قلالات ادب في الشارع، لو قعدت تقول لهم بس وحرام وبتاع هيسب لك الدين. وده واقع للامام احمد بن حنبل، كان ماشي مع واحد فلاقي واحد بيقول للتاني يا ابن الفاعله او يا ابن الزانيه، ده قذف، والمفروض يمسكوه يضربوه يشتموه يجيبوا له السلطان يقيموا عليه حد ولا بتاع. فالراجل اللي مع الامام احمد قال له وجب، يعني احنا نامر بالمعروف. فقال له ايه؟ قال له امضي، ليس هذا من ذاك، يعني امشي سيبه. ليه؟ فالروايه بتقول يا اما هو كان عارف ان هو لو رجعوا لهم كان الراجل هيقول اسوأ مما قال، او انه اذا رفع للسلطان تجاوز فيه الحد الشرعي. يعني في واحد عامل حاجه المفروض لو راح للسلطان يعذر، يضربه، بس يضربه دون الحد كمان 5 جلدات 6 جلدات. طب هو لو ودينا احنا عارفين ان هو غشيم وهيتضرب وهيلبسوه قضيه بتاع، لا بلاش. ليه؟ لانه ده منكر انكر من اللي انت كنت عايز تنكره، فبلاش. فدي مراتب الامر معاه. فواحد يقول لك انا عايز اعمل حاجه كويسه، زي ايه؟ في سنن مهجوره لا تعرفها الناس. يعني مثلا المغرب الناس دايما بتصلي ركعتين بعد المغرب، ده المشهور. في سنه قبليه للمغرب ركعتين خلاص لا يعرفها كثير من الناس. انا تخش بلد عارف الناس ما تعرفش السنه دي، اعمل ايه؟ اصليها لهم. هو الناس هتستنكر ليه؟ ايه ده؟ احنا ما نعرفش ده. فالافضل انه يعمل ايه؟ ما يصليهاش. بس دي سنه، طب عرفهم. لا، امام احمد لما دخل بعض البلدان وجلس قبل المغرب ما صلاش، فواحد بيقول له مش في سنه، وهو الامام احمد راجل محفوظ من السنه، يعني عارف السنن الراتبه، فقال له وجدت الناس لا يعرفونها، الناس هنا ما تعرفش ده خلاص. ده جزء من الفقه الكبير جدا في فقه الايه، ان هو لا يحدث الناس الا بالمشهور من مذاهب اهل البلد، ولو في ترك لفضيله.